السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم ان شاء الله عباره عن حلوى سهله سريعه وبسيطه باربع مكونات. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو باش تكتشفوا مقادير وطريقه تحضير هذه الحلوى، وما تنساوش خليوا لي واحد اللايك الا عجبتكم الوصفه، وكذلك اشتراك في القناه للتوصل بجديد الوصفات. ويلا نبداو على بركه الله في مقادير وطريقه تحضير الحلوى. بالنسبه للمكونات كيف ما كتشوفوا عندي اربع مكونات. غادي نحتاجو 250 غرام من الزبده، علبه من الياغورت بنكهه الفانيلا، وانتم ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو، ما يعادل 110 غرام. غادي نستعملوا 4 ملاعق كبيره ممتلئه من النشا، والدقيق غادي يبقى حسب الخليط. في الاخير غادي نعبر بالملعقه ونشوفوا شحال احتاجينا. اول شيء غادي ناخذ واحد القصريه اولا قزعه، غادي نديرو فيها 250 غرام ديال الزبده ديالنا. دائما الزبده بحراره المطبخ لانها كتسهل علينا العمل. كذلك غادي نضيف هنايا كيف ما قلت لكم 4 ملاعق كبيره من النشا. بالنسبه للسكر فهنا يبقى ممكن تضيفوه وممكن لا، لان عندنا الياغورت او الزبادي حلو. نضيفو الياغورت. بالنسبه الا بغيتو تضيفوا السكر فما تضيفوش كميه كثيره، فقط 3 ملاعق غتكون كافيه، لان هذا حلو الياغورت. غادي نمزج هاد المكونات مع بعض. هنا من بعد ما خلطت المكونات جيدا غادي نبدا كنضيف الدقيق. غادي تشوفوها بالملعقه 2 3 4 5 6 ملاعق، وغادي نخلط هاد المكونات لان العجينه اصلا ضروري تكون عندنا ماشي عجينه متماسكه، لاننا غادي نوضعوها في جيب الحلواني. انا نخلط هاد المكونات مع بعض. فممكن ما بغيتوش ديروها في جيب الحلواني تعملوا العجينه عاديه، عجينه طريه او رطبه، وتشكلوه باي شكل بغيتو. كما كتشوفوا عندي الملعقه ممتلئه، يعني تقريبا يمكن درت 9 ديال المعالق. غادي نزيد الملعقه العاشره. العجينه باقي خاصها دقيق او الفرينه. فهنايا زدت ضفت واحد الملعقه وكنخلط حتى كنحصل على العجينه اللي غتكون كتخرج ليا من جيب الحلواني بسهوله. كنظن ان العجينه هي هذه كيف ما كتشوفوا، العجينه رطبه.
غادي ناخذ كأس وناخذ جيب الحلواني مع هذا الرأس. كناخذوا صينيه الفرن اللي كنوضعوا عليها ورق الفرن او ورق الزبده، وكنبقاو الان كنشكلوا في الحلوه ديالنا. نحاول نلصق هذا البابي كما كتلاحظوا بهذا الشكل. نتمنى انه يكون واضح عندكم. كتشوفوا، وهنا كنحاول نوضع واحد الحفره بهذا الشكل. وممكن تغيروا في الشكل غير بحال هكا. كما كتلاحظوا كنخرج وكنضغط. انا نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندي. ونرجع لكم ان شاء الله. غادي ناخذ هذه الاداه جراره ديال الشباكيه، كنوضعها في الدقيق، كنفردوها مزيان وكنديروا واحد الثقب في الوسط بهذا الشكل هذا. انا نكمل بهذه الطريقه. الفرن ديالي غادي نسخنو على 180 درجه، غادي نشعلو من التحت ومن الفوق، وكنخلي الحلوه ديالي كطيب حتى كنشوفوها تحمرات من التحت ومن الفوق، وكنخرجوها وكنكملوا التزيين ديالها. في الاخير بالنسبه لهاد الحلوى خدات مني من تقريبا نصف ساعه او 25 دقيقه. كذلك بالنسبه لهذه الصينيه فانا وضعت المربى من الاول كيف ما. في الأخير عندي واحد الملاحظة بالنسبة للناس اللي كتبغي الحلاوة في الحلوى، فضروري أنكم تضيفوا 3 ملعقتين أو 3 ملاعق من السكر حبيبات. أما بالنسبة اللي كيفضلوا الحلوى يعني هكا ما بين ماشي مسوسة وفي بزاف الاخير وماشي هذا هو حلوة الشكل بزاف، النهائي ديال الحلوى فكيكون ديالنا. المذاق ديالها نتمنى ان خاصة تنال مع كاس اعجابكم داتاي وجربوها، وما كيجي تنساوش ندير المذاق واحد اللايك هو اذا عجبكم هذاك. بطبيعه فقط الحال بغيت الوصفه. نوه لهاد كذلك النقطة جربوها اللي لانها كيبغي بمكونات الحلاوة بسيطه ضروري يضيف جدا. واحد ان شاء الله تكون 3 متوفره ملاعق عندكم، ديال وجربوا السكر هذه الحلوه وتردوا حبيبات. عليا النتيجه ان شاء الله. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.